ما أسعد الإنسان إن عاش للقرآن. 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 هيا صديقي فذا طريقي، هيا إلى الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج تعالوا نحب القرآن. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم: أعظم لذة في الدنيا. أعظم لذة في الدنيا، ما هي أعظم لذة؟ كل الناس يبحثون عما يتلذذون به ويسعدون به، فتجدهم يلهثون وراء أوهام السعادة. منهم من يتلذذ بطيب الطعام والشراب، يملأ الموائد بأصناف الطعام ويقف أمامها ويأكل حتى يصاب بالتخمة، وحتى يصبح أصعب شيء عنده وآلم شيء أن تضع في فمه لقمة واحدة. لقد انقلبت اللذة إلى ألم. وكذلك كل لذائذ الدنيا لها أوقات محدودة تنقضي بعدها. فما هي اللذة التي لا تنقضي؟ ما هي اللذة التي كلما ازددت طلبا لها ازددت شوقا إليها، وكلما أكثرت منها رغبت في المزيد منها؟ إنها لذة المناجاة الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أعظم لذة في الدنيا حلاوة الإيمان التي يتذوقها العبد عند مناجاته لربه سبحانه وتدبره لآيات القرآن العظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذه اللذة التي يستشعرها القلب وتفيض على الأعضاء والجوارح سرورا وانبساطا وراحة وطمأنينة. ولقد تحدث الإمام ابن تيمية رحمه الله عن حال هؤلاء المحبين الذين يتلذذون بكلام ربهم سبحانه وتعالى، فقال: هؤلاء الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عنه لوجدوا من الألم ما لا يطيقون وما لا يحتملون. وقال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. وقد نقل الإمام ابن تيمية عن بعض الصالحين قوله: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. أجل مساكين من تصور أن لذة الدنيا في طعام وشراب وغير ذلك تنقضي وتتحول إلى ألم، ثم يبحث عن المزيد فلا يجد، فتنقلب اللذة إلى حسرة، إلى ضيق، إلى عسر. وأما لذة أهل الإيمان فهي انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. ولذلك قال بعضهم: لو علم أهل الدنيا
ما نحن فيه من نعيم لجالدونا عليها بالسيوف، لأنهم يلهثون وراء نعيم مزيف وسراب خادع، ولو رأوا النعيم الحقيقي الذي يبحثون عنه ولا يدلهم أحد عليه لكانوا من أول المسارعين إليه. فتعالوا نحب القرآن وتشتاق قلوبنا لمناجاة ربنا سبحانه لندرك أعظم لذة في هذه الحياة. في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين، فاتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين. في كتاب الله أتلو سائلا رب اليقين، إنما القرآن نور وهدى للعالمين، وهو دستور حياة جاء بالحق المبين. إنما القرآن نور جاء بالحق المبين. نحن بالقرآن نسمو وبه تزكو الحياة، مفلح من سار فيه إنه درب النجاة. مناجاة الله تبارك وتعالى بلا شك هي يعني الفسحة التي يرتاح فيها القلب وترتاح فيها النفس من تعب الحياة ومن هم الحياة. فكلما تعب الإنسان ومل وتضجر في فكره وفي نفسه وفي جسده وفي روحه، والإنسان معرض لهذا يوميا، فيترك هذه الحياة ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحي إذا رفع العبد يديه إلى الله عز وجل أن يردهما صفرا، ويلجأ إلى الله فيدعوه ويرجوه ويسأله من واسع فضله. فالمسلم عندما يعود نفسه ليس فقط عند الشدة كما هو حال بعض الناس، لا يلجؤون إلى الله إلا عند الشدة، يلجأ إلى الله ويبكي ويتضرع، ولكن المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء، فإذا لجأت إليه في الرخاء وقف معك في الشدة سبحانه وتعالى. فكذلك ينبغي على المسلم أن يعود نفسه، يعود نفسه مع كل فرض، لأن أفضل الأوقات بلا شك في اليوم والليلة هي أوقات الفرائض، فالله عز وجل خصها بخصائص. فلذلك ينبغي على المسلم أن يعود نفسه على الدعاء مع الفرائض، وخاصة في السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلا يفوت المسلم ويعني يضيع هذا السجود، فقط يؤدي الذكر المخصوص بالسجود. ثم طب الرسول عليه الصلاة والسلام دلك على أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلماذا تبخل على نفسك؟ لماذا لا تطيل السجود ولو قليلا لتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الحال وفي هذا المقام، مقام التذلل والخضوع والابتهال إلى الله عز وجل، فتسأله من واسع فضله، خاصة عند أداء السنن. فقد يكون الإنسان في الفرائض مرتبط بالإمام، ولكن في أداء السنن ليطيل المسلم السجود بقدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيطيل الدعاء بين يدي ربه تبارك وتعالى، ويطيل أيضا الدعاء قبل التسليم، فهذا أيضا مظنة إجابة الدعاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وافق هذا أيضا في قيام الليل فيكون الوقت والزمان والأمور كلها مهيئة لاستجابة الدعاء. فالإنسان يترقى في هذه المناجاة عندما يعود نفسه في الرخاء وليس في الشدة فقط، وفي الفرائض